انا ممكن اتكلم من زمان قوي، بس انا شخص اللي هو كبرت دماغي وقلت يلا عند ربنا. مش كل اللي بيقف جنبك بيكون عايز مصلحتك. مش يمكن مصلحته في الوقوف جنبك اصلا؟ كل الناس اتخلت عني، محدش وقف جنبي علشاني انا. حتى عمرو اللي عامل انه واقف جنبي عايز يسرقني. كنت ساكتة علشان العيش والملح، بس خلاص ما بقاش ينفع اسكت. مفاجآت من العيار التقيل كشفتها البلوجر سارة محمد عن اللي بيحاول عمرو سنايبر يعمله معاها، وكان الرد صادم من عمرو سنايبر اللي نزل فيديو بيرد على كل حاجة. يلا بينا نفصص الموضوع من البداية. البلوجر سارة محمد أعلنت من كام يوم خطوبتها على أكتر شخص وقف جنبها في أزمتها، واعتبرته عوض ربنا عن كل اللي حصل فيها الفترة اللي فاتت. كل متابعين السوشيال ميديا فرحوا جدا وبدأوا يهنوا ويباركوا ويقولوا الحمد لله ان ربنا عوضها. فجأة لقينا سارة منزلة بوست على الانستجرام بتتهم فيه صديقها عمرو سنايبر اللي كان واقف معاها من اول يوم في ازمتها بانه عايز يسرق حساباتها على السوشيال ميديا، وحط سكرين شوت من صفحة الفيسبوك بتاعتها مكتوب فيها ان عمرو سنايبر بيحاول يشيلها من الصفحة. عمرو سنايبر ده المفروض انه واقف جنب سارة من يوم ما عملت الحادثة، ومن فترة حصل بينهم خلاف وانسحب عمرو من حياتها خالص. سارة قالت على الانستجرام: انا يا جماعة عمري ما ظلمت حد ولا كنت نكرة جميل، انا هستكفي بده بس، وعندي حاجات اكتر بكتير وكنت ساكتة علشان العيش والملح. شوفوا انتم والحكم لحضراتكم. دي صفحتي اللي كانت مع عمرو امانة، جالي طلب من ادارة الفيسبوك بازالتي من الصفحة. يا جماعة السكرينة دي من شهر رمضان قبل ما يغير صورة بروفايله، وكنت ساكتة وهو بس اللي كان ادمن معايا بحكم ان تليفوني كان معاه. الصفحة حاول من شهر رمضان ياخدها وكنت ساكتة علشان العيش والملح، وفي ناس موجودة هم اللي رجعوا لي الصفحة، ومكالماتي مع خاله موجودة وهو بيحاول معايا يرجع لي صفحتي كمان وحساب التيك توك. وسكت اكراما لخاله ولوقفته معايا كل الوقت ده، وما حاولتش احتك بيه. ما خرجتش دلوقتي غير لما هو بدأ يهاجمني وبدون سبب. الأزمة بين عمرو سنايبر وسارة محمد قديمة شوية، من أيام ما عمرو نزل فيديو بيتكلم عن ناس معينة قعدت مع سارة وأقنعوها إني شخص بتاع ترند وإنها مش واعية كفاية علشان تعرف الحقيقة. وقال عمرو ساعتها: مش عايز حد يسألني عن حد تاني بعد إذنكم، أنا عمرو سنايبر ومعروف من قبل ما أتكلم عن أي حد، بس الوحش إنك تساعد حد وبعدين يطلع يقول عليك أسوأ الكلام وحاجات ما ينفعش تتقال أصلا. عمرو طلع رد امبارح على كلام سارة انه بيحاول يسرق حساباتها على السوشيال ميديا، وقال: بعد كل اللي عملته معاها طلعت تتهمني اني هسرق حساباتها، دلوقتي بقى عمرو وحش واهله وحشين؟ طب اركني عمرو على جنب خالص، اهلك كمان وحشين؟ اهلك كنت بشوفهم في المستشفى حالهم يصعب على الكافر، ومع ذلك طلعتي قلتي عليهم كلام ما ينفعش يتقال. عمرو كمل كلامه وقال: انا اللي طلعتك مع ريهام سعيد، وانا اللي عرفت الناس على قصتك، وانتي ساعتها مع ريهام سعيد قلتي عمرو كان بيعيط عليا. لا، انا كنت بعيط على اهلك لانهم كانوا بيفضلوا يضحكوا عليكي ويقولوا لك مفيش حاجه وحاجه بسيطه ان شاء الله، واول ما يخرجوا من الاوضه يفضلوا يعيطوا ومش قادرين، وانتي طلعتي قلتي عليهم كلام كتير مش صح. الموضوع واضح انه هيفضل شغال شويه، وهنعرف تفاصيل تانية كتير الفتره الجايه.